اهلا وسهلا بكم في قناة جمال بينو. ديما كنا تنتكلموا على الحرب بين المغرب والجزائر وتنتلقاو ردود كثيرة من بعد بقايا قطرات من الجيش الفرنسي اللي تيقولوا بانهم يسحقون في الحرب. اليوم جيت باش نوريكم اعتراف الرئيس ديالكم بانه لا يستطيع ولا يقوى على الحرب، وكذلك سنستمع لأحد الرجال المغاربة الذين سيردون بتحليل منطقي لما قاله رئيسكم حاشاكم. لنستمع جميعا إلى ما يقول. لتأمين الشامل لحدودنا الوطنية وحماية المواقع الاستراتيجية والتصدي للهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة ومؤخرا العملة المزورة من نفس البلد متابعينا الكرام، كما استمعتم كان هذا تصريح آخر لعمجيد حاشاكم الرئيس الدمية ديال نظام حضارة الجزائر. خليونا من تلك الخزعبلات والبروباغندا اللي كيتكلم عليها والاكاذيب السخيفه التي لا يصدقها عاقل في هذا الكوكب من غير البصبعي الغبي والجزائري المستحمر المتخلف والمعاقد الذي لا يشغل عقله للتفكير بشكل منطقي، والذي يسهل على نظام حضاره الجزائر أن يصدر مثل هذه البروباغندا وأن يحشرها داخل الدماغ المتخلف الغبي ديال البصبعي والجزائري المستحمر. فاحنا ما غاديش نتكلموا على هذا الشيء، هذه البروباغندا طلعت لنا في الراس، لكن انا اللي بغيت نركز عليه في هذا الفيديو متابعينا الكرام هي نفس المساله اللي تكلمت عليها يوم امس في الفيديو اللي كيقول فيه عمجيد حاشاكم نحن لا نعتدي على احد ونحن بلد الامان وما عرف شنو هذه الخزعبلات. يعني شوفوا كيف تحول الخطاب من خطاب الحرب، لكن بعد الطريحه اللي خدوها من المغرب ومن القوات المسلحه الملكيه منذ القرقرات وصولا الى اليوم ما بقاوش قادرين يجيبوا السيره ديال الحرب. حتى في هذه المناورات الخزعبلاتيه ديال شنطريحه ما بقاوش قادرين يجيبوا السيره ديال الحرب، بل ولاو كيدعيو المظلوميه وحنا زوينين وحنا ظريفين وما الى ذلك من هذه الامور. لكن خلينا في هذا التصريح ديال عمجيد حاشاكم. كما قلت انا ما غاديش نتكلم على تلك الخزعبلات، لكن لاحظوا معي متابعينا الكرام على ان نظام حضاره الجزائر عن طريق الاذرع الرسميه ديالو كنتحدث هنا على الرئيس الدمية عمجيد حاشاكم وزير الخارجيه والوزراء ما بقاوش قادين يجيبوا السيره ديال المغرب، ما بقاوش قادين ينطقوا المغرب، الاسم ديال المغرب واخا هما كيضربوا في المعاني كيحاولوا كيقصدوا المغرب، يعني في جميع المحافل ديالهم، جميع المؤتمرات، جميع يعني الاحداث اللي كتكون عندهم والتصاريح اللي كتكون عندهم، لا بالنسبه لعمجيد حاشاكم رئيس الدنيا، لا بالنسبه لوزير الخارجيه، لا بالنسبه لباقي الوزراء، كل التصاريح ديالهم داخل فيها المغرب، لكن ما بقاوش قادين يقولوا المغرب، ما بقاوش قادين ينطقوا المغرب. كيف ما سمعتوا الان عمجيد حاشاكم كيقول لك يعني كاين تجاره ديال المخدرات والتهريب وادخال الاسلحه، دابا يتهم المغرب بادخال الاسلحه الى الجزائر وكيقول من نفس البلد. لاحظوا ما كيقولش المغرب، كيقول من نفس البلد، هو كيقصد المغرب لكن ما قدرش يجيب السيره ديال المغرب. وهنا التحول متابعينا الكرام، تلك العنصريه وتلك البروباغندا ديال الحرب وتلك يعني التصريحات المضحكه اللي كان كتلقاها في الاول عمجيد حاشاكم وشنقريحه العدو الكلاسيكي المخزن الشرير المغرب، الى تحولوا الى ماذا؟ الى هوك من نفس البلد وكيضربوا في المعاني للمغرب. المثال هنا متابعينا الكرام مع اعتذاراتي للبنات، هذه ماشي اساءه يعني البنات ولا للمراه، ولكن فقط لان اسم الجزائر مؤنث. المثال هنا متابعينا الكرام ديال الجزائر مثل شي وحده اللي هي مسمومه عايشه في الاحقاد تجاه الجار ديالها، عايشه في الحسد تجاه الجار ديالها، ما قدرتش على انها توصل للشيء اللي وصل ليه الجار ديالها، فبدات كضرب في المعاني وبدات يعني كتخرج وكتغوت وتصرخ وتهلهل وتبلبل، يعني كلشي كيسمع الصداع ديالها وحتى شي واحد مسوق ليها بالمناسبه، فبدات كضرب في المعاني بهذه الطريقه.
بهذه الطريقه المضحكه والمثيره للسخريه. السؤال اللي كنطرحه الان على البوصباعي، السؤال اللي كنطرحه الان على الجزائري المستحمر، علاش الرئيس الدميه ديالكم وجميع الوزراء ديالكم واخا كيضربوا المعاني للمغرب ما بقاوش قادرين على انهم ينطقوا اسم المغرب؟ سؤال مفتوح، هو الإجابة واضحة لكن السؤال غادي يبقى مفتوح. ولاحظوها متابعينا الكرام، فقط مع التصريح ديال عم جيد حشاكم غادي نعاود وغادي تسمعوا التصريح وغادي تنتبهوا بأنه مبقاش قادر ينطق اسم المغرب. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم. للتأمين الشامل لحدودنا الوطنية. كما شفتوا كما سمعنا كاملين، عبد المجيد تبون ما بقاش قادر يذكر حتى اسم المغرب، وحتى الشنقريحه الطلعات ديالو اللي كان تيتبلى بها بالاكاذيب وتيستعرض بها العضلات الفارغه، كل شيء ما بقاش. وهذا اكبر دليل على ان المغرب دخل القروده للعشوش ديالهم. ما بقاتش ريحه الحرب تتذكر كاع على اسم الحكومه الجزائريه او الشنقريحه، وحتى الشعب ديالهم راه وصلهم الميساج. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى الفيديو المقبل.